تيتا ما شفتيش حتى اللي انا كنت بذاكر فيها؟ هو انا كل شويه يا ابني الاقيهم لك وانت تاخدهم وتضيعهم؟ ما تشوف يا ابني رايح فين. انت يا ابني ليه ما بتحافظش على حاجتك يا ابني؟ هتلاقيك ضيعتهم في المدرسه. خالك كان كده زمان وهو صغير، يما كان يروح يجي من غير الادوات بتاعته. مش قدام الواد يما، انا مال انا بالموضوع. ما هو الولد طالع لخاله. طب انا ايه اللي جالك؟ هو بيسالك على حاجه ليه بتدخلينا في الموضوع؟ طب ما يعني الدنيا لفت اهي. الدنيا لفت؟ الدنيا لفت وهو طالع زي. انت حافظ على حاجتك يا حبيبي. ماشي؟ كنت حافظت انت يا حبيبي. انت اسم الله عليك يعني كنت بتحافظ على حاجتك. هو انت بتبقى فرحان لما تضحك العيال عليا يا يما؟ انا ما صدقت يا ابني ان انا خلصت من خالك وتعليمه. ما تطلعش يا ابني زي خالك، مش هنعيده تاني. فرحانه انت بتضحكوا عليا ده؟ ما احنا مش هنعيده تاني كل شويه الادوات. لا ذاكري لي، لا اعملي لي. روح دور عليهم وهاتهم، وهات الكتاب بقى عشان اذاكر لك عشان امتحاناتك. تذاكر له ايه يا ابني؟ تذاكر له ايه؟ ده انت كل سنه كنت بتجيب ملحقات. وانت هتعرف تذاكر له؟ اجري يا اخي خلي حد يذاكر لك، امك ولا ابوك. يا اما انت بتفرحي يعني مش عارف اقول لك ايه. ده وقت تقولي ملحقين ومش ملحقين يما. ما هو انت كنت في سنه كده. يما انا المفروض خاله وبياخد مني نصايح، انت كده بتخلينا ما فيش خالص. اما انا بقول له عشان ما يسقطش في الامتحان. تعالى لما اذاكر له هيسقط. امال ايه؟ هيجيب ملحقات. لازم تذاكر لي يا خالي، بس العيال بيطلعوا في الامتحان وعايزين يغشوا مني. لا انا عايزك يبقى ليك شخصيه كده في المدرسه، ما يهمكش حد، تبقى واد ليك شخصيه كده جامد. شخصيه زي شخصيه خالك، كان كل يوم بيجيني مضروب. هسيبكم الاستعاره بتاعتكم بقى يبقى ملاحق. شفت يما؟ خلي ده عليا ابو ملاحق، انا كمان ايه مش هيبقى لي. يعني انت حاجه غلط يا ابني؟ ما انا بقول اللي اتعمل زمان. وانت لازم يعني خلاص لازم الصراحه قدام الواد قال لي يا ابو ملاحق عشان انت ما تذاكرلوش. عشان ما ذاكرلوش. اه شكرا يا حاج. العفو.